السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه قرص الطريه الفلاح الجميله اللي ما فيش حد ما بيحبهاش، كل الناس بتحبها. ان شاء الله هعملها لكم المقادير بالكيلو، هتعجبكم. عملتها كذا مره قبل كده على القناه، لكن ما يمنعش ان احنا نعملها برضو تاني. انا عندي هنا بعمل مقادير 3 كيلو. بنخلهم كويس، 3 كيلو دقيق. بنخلهم كويس قوي، مهم قوي ان انت تنخليه. بضيف ليه سمسم محمص، دي ربع معلقه من الملح، شويه خل صغيرين. بفتح عليها فانيليا بقى زي ما انا عايزه. عندي كمان هنا من معلقتين ل3 معالق سكر على حسب رغبتك. بضيف كمان لبن بودر، بيخليه حلو، يعني اللبن بيخلي المعجنات بصفه عامه كده حلوه قوي. عندي كمان نص باكو من البيكنج باودر. هستخدم بقى ل3 كيلو دقيق، هستخدم لهم كيلو سمنه، كيلو سمنه بالظبط على الميزان. انا هاخدها هنا اسيحها. هبدا بقى اقلب المقادير الجافه كلها مع بعض. عندي هنا مكان الحله اللي انا او البوله اللي انا كنت حاطه فيها السمنه. هدوب الخميره الفوريه، كيس او باكو من الخميره الفوريه. هحط عليه معلقتين سكر وشويه من الميه الدافيه، دافيه يعني فتره كده، واقلبهم كويس واشيلها على جنب لحد لما الخميره تتفاعل. في الوقت ده بتكون السمنه بتسخن. اول ما تسخن، انا مش عاوزاها تقدح، انا عاوزاها بس تسخن كده، تاخد درجه سخونه مرتفعه شويه بس مش تقدح. وانزل بيها على الدقيق واقلبها كده بالمعلقه لحد لما تهدى. وابدا ان انا اعملها بايدي كده، ابس الدقيق كويس او بايدي. بس ضروري ما تسيبيش السمنه لما تقدح عشان مش تسبب حموضه وتكون تقيله على المعده. يعني انا عاوزاها تسخن عشان تتقلب مع الدقيق كويس. بس مش عاوزاها يعني يتغير لون الدقيق لما تكون سخنه قوي، ولا تعمل لي حموضه للي هياكل منها. مهمة أوي إن أنا أبسها كويس أوي مع الدقيق كده لحد لما تختلط كل حبة دقيق بالسمنة. في الوقت ده بقى هتكون الخميرة بدأت تتفاعل. هنزل بيها على الخليط اللي عندي، وكمان أضيف سنة من الخل لو ما كنتش ضفتها في الأول. وأبدأ أعجن بقى، أكمل عجن العجينة باللبن الرايب وشوية من المية الدافية. بضيف اللبن الرايب، انزل بيه بالتدريج كده ولحد ما العجينه تظبط معايا. من عوامل نجاح العجينه الطريه او القرص الطريه، العجن لازم افضل اعجن فيها مده كبيره، واعملها كده بنفس الطريقه كده لحد لما تظبط معايا. بغطيها واركنها على جنب، اسيبها تخمر شويه. في الوقت ده انا هجيب العجوه اللي عندي البيتي، دي عجوه بيتي انا عاملاها في البيت في نفس الحله اللي كنت مسيحه فيها السمنه. هقطعها كده بالقطع صغيره كده، واحط عليها معلقه من السمنه وشويه من الميه السخنه ومعلقه قرفه، واخدها على نار هاديه خالص، وابدا ان انا اعملها كده لحد لما كلها تكون طريه وتتجانس كلها مع بعض كده. هقطعها بقى كور كده صغيره واحضرها بحيث انها تكون جاهزه شويه. في الوقت ده طبعا زي ما قلت لكم بكون سايبه العجينه ترتاح شويه. انا مش لازم تخمر، لان انا هسيبها تخمر لما تتقطع، بس هي بترتاح، والخميره الفوريه بتخلي العجينه تخمر بسرعه. هقطع بقى العجينه كلها كور صغيره كده، كلها حجم واحد، وافرد قطعه العجوه واحطها فيها كده بالشكل ده. ممكن انت تحشي بعجوه بس، وممكن تحشي بقرفه بس، ممكن تحشيها بشوكولاته، ممكن مكسرات، ممكن تسيبها ساده خالص. بس هي اساس القرص الفلاحي العجوه، او انك تسيبها ساده ما تحشيهاش حاجه. تمام. اهم حاجه برضو يعني تحاول على قد ما تقدري. انت طبعا لو ايدك واخده على العجين هتطلع معاكي كلها كور متساويه في حجم واحد. لو لسه بقى بنوته بتتعلمي كده، على قد ما تقدري حاولي ان انت تطلعي شغلك كله يكون حلو ويكون كله متساوي كده. يعني الشكل برضو بيكون مهم. انا مش بدهن الصواني اي حاجه خالص، انا بقطع العجينه واحشيها وارصها بنفس الشكل كده، واشكلها وارصها بنفس الشكل ده. فصينيه جافه مش مدهونه اي حاجه خالص. لما بقطعهم كلهم بقى كده، بسيب الصواني على جنب كده لحد لما تخمر، يعني مش اقل من نص ساعه، من نص ساعه لساعه كده، لحد لما اتاكد انها خمرت. بعرفها منها بتقب من على بتنفخ يعني كده، الحجم بالضعف بتاعها بعرف انها خمرت. هنا انا هقطع معاكم شويه قراقيش ساده. بفرد العجينه بالنشابه كده بالشكل ده. العجينه عشان ناجحه ما شاء الله، فسهل اوي انها تتفرد معايا. ببدا ان انا اسوي الاطراف بقى بعجلة البيتزا او عجلة المعجلات على حسب الموجود عندك، او بالسكينة، وتبدأ ان انت تقطعيها شرايح بالشكل ده كده. التشكيل ده على حسب رغبتك انت. المهم الطريقة، المهم العجن، ده اهم حاجة. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، وبتديني كمية وفيرة
ربنا يعيننا بقى على غلاء الاسعار. والله الفيديو ده هو متصور من مدة، بقاله مدة كبيرة على التليفون، مش من اليومين دول بس. يعني ربنا يعين بقى الناس على حالها. حاجة زي كده دلوقتي اكيد مكلفة. هخبزهم بقى بالفرن اللي انا بكون مسخناه. بعد لما بيخمروا بيطلعوا معايا بالشكل النهائي الجميل ده. بألف هنا على اللي كل، وبألف هنا عليكم. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم تدعوني باللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.